والله الشمس حلوة اليوم. ايش رايكم نعمل لكم هيك محتوى هيك خفيف نظيف؟ وبما انه زمان ما عملنا لكم روتينات في المزرعة، خلينا نعمل لكم روتين ولكن مختلف شوية، انه سيلفي. خليك معنا على اساس انك تشوف كل الطيور واحنا بنطعميها سيلفي فيس تو فيس بيني وبينكم. حفرجيكم اللي هو الطيور. صراحة ما توقعت اليوم يكون في اللي هو آه، شمس وحاجات حلوة. توقعت يكون في غيوم لأنه أمس كان في غيوم كثير، فتوقعت إنه في شتاء اليوم. فخلنا على السريع نروح نشوف إيش حنقدم لكم هيك فيس تو فيس. منورين والله. منورين. طبعا زي ما انتم سامعين صوت شوي هيك تعبان، بدناش نطول عليكم. خلنا نروح نشوف ايش نقدم للطيور وايش بدنا نحط لهم. حيكون في فكاهة شوية هيك. هحاول ان انا اعملكم فكاهة مع اني مريض، ولكن هحاول. تمام، خلنا نشوف ايش معانا هنا. تقريبا معانا زي خبز، ومعانا كمان اللي هو الطعام، اعلاف. خلنا نحاول ان احنا نطعم الطيور تبعتنا. خلنا ناخد هذا اول اشي ونحطه تحت الموية زي ما شايفين هنا. طبعا للبط، البط حيكيف عليه زي ما شايفين. زي ما شايفين انا عامل هان زي سطل موية للطيور اللي هي الصغيرة. بحط لها فيها العيش تبع المطبخ اللي بزيدوا البقايا والاشياء هذه. زي ما شايفين هيبدوا ان هم ياكلوا منها. طبعا هنتو مسترخي في الشمسة، اتفرج على فيلم، قاعد فيلم اكل البط. مش بس انتوا بتتفرجوا، كمان توم بتفرج قاعد. خلنا نشوف ايش الروتين تبعي اللي انا بقوم فيه يوميا، ونشوف اللي هو باقي الروتين. طبعا فزاع ودجاجته بستنوا اللي هو الطعام تبعهم. خلنا نروح نجيب حاجة نحط فيها طعام، زي مطبقية او ايا كان. ف خلنا نشوف نطمن على الانثى اللي هنا، الصوحة هذه. يعني صراحة يا اخوان لسه انا ما عالجتها. يعني انا حاططها ولكن بدي اعالجها، ولكن بانسى. يعني كل يوم بدي يعني اسخن سيخ واحطها على رقبتها من هنا. يعني هي لوية رقبتها على الشكل هذا هيك. فنتفت من هان على اساس انه انا اكويها كوي. ولكن يا اخوان بأنسى او مش فاضي او ما فيش وقت معايا، او بصور وبطلع على الشغل، او باجي من الشغل بصور لكم وبطلع. ما في وقت معي. خلينا نجيب اللي هو ال... الأكالة تبعتها، لأنه أنا ما فيش عندي حاجة غير هذه. خلينا نرمي هذا للبط، ونحط اللي هو الطعام في اللي هو الأقفاص. أنا نسد عليها ونروح. تمام. حنحط لا اليمام هذا اللي هو البقري، وتسمى اللي هو بالبقري لأنه نسبة لأنه هيك عليه لطشات أبيض وأسود. صراحة أنا بسميه يمام، ولكن المتابعين قالوا لي هذا بقري هذا بقري، فخلص أنتوا حابين إنه أنا أسميه بقري، بقري ولا تزعل. روح يا كبير. أنا أحط لهم اللي هو وجبتهم، وجبة اللي هو الطعام تبعتهم، ونفتح عليهم. صراحة واقفين لي ها زي ما شايفين هم ياكلوا. فاحنا اخذنا الاكيالة تبعتهم على ما اعتقد هناك. خلنا نروح نجيبها. تعرفوا الامر صعب كثير 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 كثير، انه انا ماسك الاوزمو
نفس الوقت بشرح لكم، فالامر صعب كثير كثير كثير. ايدي وقفت. والله. ف فهمتك معانا باللايكات تحت يا حليوة. تمام، خلنا نحط اللي هو هذه كده، ونحط لهم اللي هو الطعام تبعهم. صراحة مش مستملك احط في المطبقية. بتقاتلوا مالناش دعوة، هم حرين. زي ما شايفين حطينا لهم اللي هو الطعام، حيبدوا ان هم ياكلوا. كلوا زي داركو، اقسم بالله زي داركو. يلا كلوا تخجلوش. ايوه جدعة. وهذا الذكر والانثى خايفة ومستحية. والله زي داركو يا عمي. كلوا. طبعا هم مش حياكلوا الذرة، حياكلوا اللي هو ذرة العويجة الصغيرة، وحيتركوا الذرة. يا خلاصي طلعت تطلع هذه. منظرهم كثير بخبل والله قلبي. تمام، خلنا نروح نطعمي اللي هو اليمم الثاني. اللي متحمس وحاب انه يضل معي للنهاية ينزل تحت يصلح لايك، وكمان سبسكرايب لو جديد في اللي هو القناة. تمام، خلنا نحط له السمان النوري. ليش نوري؟ لما انا اجي انا احط الاكل بصير يزغر يعني هيك، طلع اصوات غريبة يعني. لقيت حسماكوا اياه. وين راح؟ هي. صوته غريب. بدناش نضايقه، خلنا نحط له طعام. بسم الله بسم الله ما شاء الله. تمام، حطينا له الطعام، هيبدأ انه هو ياكل زي ما شايفين. هلا اذا انتم شايفين يعني، مش عارف انا عشان سيلفي، عشان بصور سيلفي مش شايف انتوا ايش شايفين اساسا. خلنا نسكر عليه هو ونشوف القفص الثاني الا وهو هذا. اوه بدهم موية هاني يا اخوان. يلا ما احنا فيس تو فيس. خلينا ناخذ الموية نعبيها. طبعا هان صار ملحمة ما بين. وين راح الخبز؟ صلاة النبي. اكلوه ما خلوش ولا فتفوت ولا خبزة ولا نتلة. تمام، قاعدين بياكلوا لسه، ما زالوا ياكلوا كمان. شايفين حنبدأ نحن نحط موية. بسم الله. طبعا مش مستملك زي ما قلت لكم. والله يا اخوان ولا عندهم ادنى الخوف يعني، مش خايفين بالمرة ما بخافوش. فهذا تعود يعني. خلينا نحط لهم موية. بسم الله. نحط لهم الطعام. الاشي اللي اسمه اكالة، وحيبدوا ان هم ياكلوا ويشربوا ينبسطوا. فبس خلنا نشوف طيور ثانية. زي اللي هو الطيور الثانية اللي عندي. والله توقعت اليوم يكون يعني ممطر حاجة اشي، ولكن تفاجأت في اللي هو الشمس. تمام، خلنا نطعم البط الصغير. صراحة البط الصغير يا اخوان كل يوم بلاقي بطة ميتة من شدة البرد اللي في الليل بتيجي. لا اليوم ما فيش موت، فيش اليوم موت الحمد لله. طيب هم كانوا 12 وماتوا 3. بالفعل ماتوا 3. قبل هيك رفعت واحدة وبعدين رفعت 2. هذول هم.
اي واحدة وهي الثانية. ربنا يعوضنا عوض خير يا اخوان. ضايل 9 تقريبا. تمام. هدفنهم انا، مش مخليهم هان ولا لا. قلت بدي افرجيكم اياهم بعدين ادفنهم، لانه في بعض الاخوة حيسرعوني. وينك يا تكيت؟ كانوا 12. تمام. حنحط لهم اللي هو الاف نمرة 1. هذه هي. حط لهم الاف نمرة 12 نمرة 1 بروتين 22. ونحط لهم اللي هو هذا للام، الالاف هذه للام. صراحة منظرهم ما شاء الله ما شاء الله. تمام يا اخوان. ليش حبيت اطلع معكم هيك فيس تو فيس وعملت روتين؟ زي ما انتم عارفين انه انا بحقق قاعد في الشروط اللي هي تبعت القناة. فاتمنى يا اخوان انتم تضلكم معي للنهاية، على اساس انه احنا نحقق الشرط الثاني، الا وهو 4000 ساعة مشاهدة. اشي فلكي، اشي لا يخطر على بال حد. خبصنا على توم، احنا اسفين يا توم. طيب طعمنا اللي هو الاقفاص. حاليا حنطعم اللي فوق الشجر هذا. حسسيني في الغابة قاعدين. حنطعم اللي هو البط الكبير والبط الصغير اللي في الغاد. حطينا له خبز، مش حركن على الخبز يعني، انا بركنش على الخبز كله. طبعا انا فتح البيوت هذه الدجاج والبط فتحوا وبطلعوا بتلاعبوا وهيك. فحنحط لهم في البيت كل واحد في بيته اكله، على اساس انه لما يجوا ياكلوا من اكلهم. بسم الله. زي ما شايفين حبدا انه انا ارمي جوا وهيك هيك اساسا. بيجوا هم لما يدخلوا البيت حياكلوا من الاكل اللي انا حطيته. كل واحد حيفوت بيته وياكل الاكل. في حيصير بعض المشاكل انه البط حيدخل على الدجاج وياكل اكله، ولكن الدجاج حياكل قبل، لانه هي واقف بده يدخل. يعني انا هي دخل على بيت البط بده ياكل اكله، مش مشكلة. حيجي هلقيت هذاك البط الكبير وياكل اللي هو اكل الدجاج عادي. المهم الفكرة. الآن خلنا نفوت على الرومي ونشوف ايش بدنا نسوي. صراحة الرومي مزعج كثير في الطعام، يعني مستعد ياكلني. زي ما شايفين مزعج، تحسه همشري وبشبعش. يعني مهما تحط له بياكل بضله ياكل، وبياكل بطريقة همشرية، فيش عنده رقي. طيب خلنا نحط له الدجاج اللامبرغيني من هان. بسم الله. مش عارف هل انتو شايفين ولا لا. وهل تجميع البيض تبعه مش عارف برضه هل شايفين ولا لا. وحنتكلم عن اللي هو تجميع بيض الرومي، واللي نقلناه احنا حطيناه في مكان بعيد عن اللي هو ايش هذا. اطلع اطلع اطلع. هب 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 هب. برا 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 يا كلاب. داخلين جوا. والله لو شافوا مديك الرومي، بس هو مش منتبه ليعلسهم كتلة نصها موت. ولك هذا مش إلك المكان. إذا بضرب الأناثيق قاعد شوفوا. ضربها تو عشان أكلت منه. عشان أكلت معاها. بدوش يضربكم. خلنا نروح نشوف الدجاج القطني أو السلكي، لا أو الصيني. بسم الله. هذا هو الصيني او القطني.
خلينا نظبط بس شراكة شكلها مش بتنزل موية. ما هم بتحمموا وبحطوا الرمل جوا. تمام. ايش تم معنا؟ طعمينا كل الطيور. الوجبة الثانية خلي بس اطلع. خلينا نحط للطيور البطيات الصغيرة نفس البيت هذا لانه هم بناموا هان. اساسا اول موقف هان كلهم بيجوا حواليا بدهم يدخلوا على اساس انهم ياكلوا. خلينا نحط لهم، خلني انا انزل احط لهم زي ما شايفين بيستنوا اللي هو الطعام. انتوا غاد غاد. تعودوا على بعض يا اخوان، الكبار مع الصغار اللي فقسوا. زي ما شايفين بياكلوا حلوين. وهذول خلنا ناخذهم على البيت عشان ياكلوا. يلا هرر هرر بام بام بام. يلا هوب 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 هوب. طلعوا الدجاج وكله الاكل. يلا تمام. على ما اعتقد طعمنا كل الطيور تبعتنا تمام، بس الطائر الوحيد لو هو الطيور الحمام اللي بتضلها تطلع لي فوق هان من اللي هو الخرق اللي هان. خلنا نروح نطعميهم. طلع كيف مناظرهم زي العباب الجامع هذا. يلا نديهم ونطعميهم. على ما اعتقد اجوا كلهم. خلنا نطعميهم اللي هو طعامهم. زي ما شايفين حيبدوا انهم ياكلوا ويطعموا اللي هو اولادهم هم فقصوا. ان شاء الله استنوا منا حلقات ثانية نفرجيكم اللي هو هل فقصوا ولا لا، وايش اللي فقص وايش اللي ما فقصش، وهل في انتاج اخر ولا لا. كل هذه الامور ان شاء الله بالفيديوهات الجاية على القناة الرئيسية ان شاء الله. خلنا نروح نطعمي اخر حاجة اللي هي الحمامة المحبوسة. اللي بدي اعالجها وما عالجتها وهيك. وتمام معانا اللي هو الباجي نطعميه كمان. تمام. وين علبة هذا اللي احنا حطيناها هان عند الحمام عند اليمام البقري. يا حاج بعد يا حاج تيجي تحت جرية وقول فكرة مش انا خبطت خديك ضربها واحدة تانية. تمام. خلنا نحط اللي هو حبة وطعم الحمامة هذه. نضرب فيهم مالبر. وحش بعد ما قصينا له العرف. بعد ما قصينا العرف او التاج او اي يكن. وحش وصار يضرب ويهجم وهيك. شوية بضربني والله. يعني انا اللي بربيه هو كتكوت. اساسا هو كتكوت كان ياكل ولا اخواته. اللي متابعنا على القناة الرئيسية كان ياكل اخواته. والله. ولكن يعني خلص مش جوا. خلص هو هيك كان في قفص هو اخواته واكلهم. والله يا اخوان اكلهم. طيب خلنا نفتح القفص هذا ونحط له الطيور تبعتنا. بسم الله. عشان شتت قبل يومين فالباب شوي صار يعصلج. بسم الله. تمام. حطينا الباجي اللي مع كتاكيتو. وهنا نحط اللي هو هذا نرجس وقنبة. وحيبدوا انهم ياكلوا زي ما شايفين. والباجي اللي فوق وهي هذول نزلوا ياكلوا.
بس هيك خلصنا الروتين تبعنا و... وبس. شكرا لكل شخص ضل معنا للنهاية وشاف اللي هو الروتين اللي انا بسويه. طبعا كان الروتين شوية صعب ليش؟ لانه انا ماسك اللي هو هذه رايبوت، هذه هي. وصراحة ثقيلة شوية، يعني فيها وزن تقريبا 800 جرام. وسخنا حالنا زي الصغار. وبس اتمنى يكون الفيديو عجبكم، الروتين تبعي يكون عجبكم وقدرنا نوصلكم اللي هو فكرة صغيرة. شكرا كمان مرة اللي ضل معنا للنهاية. يا اختي تولى انت ضليتي معي للنهاية. وبس اتمنى الاشتراك في القناة، واتمنى اللي هو تعملوا لي لايك، وبدي حبطرش لايكات. وبس سلام يا اخوان. اكلوا العلف وجهها. انت لسه ضايل معانا يا اختي تولى. سلام.